طبعا كان وحشكم الروتين ده. طبعا نجيب بقى المكنسه بتاعتنا اللي بتشفط الميه والتراب والكلام ده. اول حاجه بعملها زي ما قلت لكم امبارح ان انا كل ما بغير الكيس بتاع الباسكت بديها كده شطفه وبحط فيها اي معقم عندي بس كده. فانا هحط المعقم بتاع جرين واي ده بحبه قوي. وهملى بقى عليها الميه كده على الاخر وهسيبها تتنقع عقبال ما اخلص باقي البيت هرجع لها تاني. هنا بعد الفطار طبعا كنت صليت العشاء ودخلت لميت دور غسيل وكنت حطيت دور تاني. وهنا كنت بقول لكم البتاعه دي بصوا هتموتني بس انا بحبها بصراحه. بصلي كده فيها وبلبسها فوق البيجامات مثلا لو الدنيا ساقعه. يعني عايزه اقول لكم ان انا مش طول اليوم لابساها، هو بس لو انا هصور او كده ومكسله ان انا اغير هدومي البس الاسدال البس الطرحه عموما، فانا حاسه ان انا مرتاحه في دي. كمان بصلي فيها يعني ما بنضفش فيها بصراحه، بس انا عشان بصور فقلت البسها. البيت كان نظيف جدا مفيهوش اي حاجه، انا بس قلت احافظ على نظافته لان انا يعني زي ما قلت لكم انا مش لازم نعمل تنظيف عميقه طول الوقت. احنا بس لو بيتك مترتب بيتك نظيف طول الوقت بتكنسيه كل يوم خلاص كده شكرا، مش محتاجه ان انت تعملي تنظيفه عميقه الا بقى لو كل فين بقى وفين لما تشيلي، يعني زي ما اتفقنا امبارح مش هنعيد ونزيد في الكلام. جبت بقى المكنسه دي وبصراحه طلعت تحفه. يعني انا كنا في رهان هم كلهم ضدي ان انا ما اجيبهاش، وانا الحمد لله ربنا نصرني وطلعت حلوه قوي. وانا كنت جايباها لغرضين، اولا ان هي تبقى قويه غير التانية عايزه يعني حاجه يوميه كده مش ان انا انضف بيها. انا كنت محتاجه مكنسه تبقى قويه الشفط وفي نفس الوقت انا بدلق ميه، فمحتاجه كمان حاجه تريحني في شفط الميه. فبما ان في مكنسه بتشفط ميه ليه ما نجيبهاش يا ستي، هاتيها وريح. وبعدين ده سعرها هبل جدا يعني 3900 والله مش فاكره 3900 تقريبا. وفي اماكن تانية بتبيعها بالشحن على فكره، وفي اماكن تانية بتبيعها اقل من كده بس طبعا بيزودوا الشحن محافظات مش عارفه ما علينا. المهم ان هي هي ماليه السوشيال ميديا يعني فتقدروا تجيبوها هاتوها اي براند انتوا حابينه. يعني انا والله ده مش ريفيو ولا اي حاجه، انا بقول لكم تجربتي، هي بصراحه حلوه قوي. انا هو بقالي مثلا مش فاكره من امتى بس انا هقول لكم يعني تقريبا اول اسبوع في رمضان. انا فاكره اليوم اللي انا استلمته فيها كان تقريبا اول اسبوع في رمضان، وجيت استلمتها هنا عند بابا لان انا كنت في مشوار وعديت عليهم يعني لو تفتكروا يوم الكفته. فمن وقتها وانا بستخدمها تقريبا يوميا لان انا باخد بيها البيت كل يوم كده او على الاقل كل يوم ويوم. بصراحه هي حلوه جدا ومنجزه وعلى قد فلوسها. يعني مش هكذب عليكم في براندات تانية احلى، الخامه بتاعتها ممكن ما تكونش احسن حاجه بس في نفس الوقت هي على قد فلوسها لان اصلا السعر من ده معديه 11,000 تقريبا. المهم بقى ان انا هاخد بيها بقى الشقه كده كلها اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب ان شاء الله. رمضان عدى بجد، رمضان عدى كده ولا لمحته وانا مش في بيتي. حذروا فزروا انا فين، حذروا فزروا. المهم ان بقى احنا هناخد بقى بيها، هي بصراحه خفيفه مش تقيله، يعني مثلا هي معدن بس خفيفه مش تقيله يعني، وانا شايلاها كده مش تقيله عليا عادي. بس بصراحه هي حلوه، هي باناسونيك وانا بابا قال لي ان دي مش باناسونيك الاصلي بس تمام يعني انا هي تمام حتى لو مش الاوريجينال هي تمام معايا انا مبسوطه. هما كمان على فكره هما لما شافوها وجربوها وجربنا لان في معاينه لما جربنا الشحن المعاينه واحنا بنستلم يعني قال لنا عيني زي ما انت عايزه. المندوب استناني قدام الباب تقريبا ربع ساعه قبل ما فكيت وركبت وجربت كذا مره. فهي الشفط بتاعها قوي يعني هي مكتوب عليها مش عارفه 17,000 واط بس ده رقم وهمي، لكن هي تقريبا من 1500 من 1900 ل 2000 يعني هي في الحدود دي. هي قوة الشفط بتاعتها عموما حلوة جدا. وبعرفها ازاي بقى ان قوة لما بتشيل التراب اللي عندي، التراب اللي كلكم بتقعدوا تقولي لي هو فين التراب ده، تراب لا يرى الا بالعين المجردة حرفيا.
تراب ناعم نعومه لدرجه ان انتي ما تشوفوش، هو يلزق في رجلك وانتي ماشيه. لو انتي معديه حطيتي ايدك كده على اي حته وانتي معديه هتشوفيه في ايدك، هتحسي بيه في ايدك. فالتراب الناعم ده مؤذي، يعني عارفين التراب الخشن ده انتي عينك شايفاه تقدري تلميه بالجاروف، انا الجاروف عندي حتى ما بيشيلوش، دي بتشيله بقى. كده نعرف ايه ان هي ناجحه من التراب اللي عندي. كمان انا عملت ليها تجربه النهارده طلعت ناجحه جدا، فهسيبها لكم برضو تشوفوها. طبعا كان الود ودي، شايفين اصلا المطبخ مبقع ولا اعلم اي شيء عن البقعه دي، ما اعرفش حتى البقعه بالذات، البقعه اللي عند التلاجة. المهم كان الود ودي بجد ان انا اغسل السجاده دي لان هي خلاص جابت اخرها ومحتاجه اغسلها، بس قلت لا والله ما هاجي على صحتي، انا كفايه كتر خير ان انا بعمل الفطار وبعمل السحور وفي نفس الوقت بنضف، فشكرا كتر خيري والله، مش هاجي على نفسي، والله ما هاجي على نفسي. المهم عملت بقى بيها، عملت بالجزء التاني اللي هو اللي مش معدن ده، الحتت بقى اللي هي ما يدخلهاش مع اني كان ممكن اجيب الجزء بتاعها الرفيع بس انا كسلت. انا معرفش انا ليه بقالي كام يوم بنهج مع اني مش تعبانه، انا كويسه الحمد لله، بس معرفش ليه كل ما اعمل لكم مونتاج احس ان انا في حد بيجري ورايا، يمكن عشان انا بجري في الفيديو معرفش. يا جماعه انتوا فطرتوا ايه النهارده؟ انا عملت شاورما فراخ و بس. انتوا فطرتوا ايه بقى؟ طمنوني كده، انا حاسه ان انا عملت فيه ساوند كده على الانستجرام، ها بقى انا عملت كل اللي يتعمل وما يتعملش في اول اسبوع في رمضان، مش عارفه اعمل ايه تاني بجد بجد. كل الناس كده، انا كل ما اسال حد يقولي احنا زهقنا، انا زهقانه. يعني مثلا ماما امبارح بتقولي انا لولا اخوكي والله هاكل سندوتش جبنه، انا اخوكي زهقني. هو معرفش ليه كل الرجاله ليه ما بيفصلوش زينا، ما نفصل وناكل سندوتش جبنه يوم واحد بس. بس برضو هما بيشقوا وبيتعبوا، فاكيد بيبقوا محتاجين حاجه تسند قلبهم، يعني بصراحه مش هنكذب، بس احنا برضو بنشقى وبنتعب. بصوا انا مش همنتج لكم اي حاجه، انا زي ما انتوا كده. هنا برضو جبت الانتريه كده، بصوا خليته فل، دخلت بقى في الحتت الصعبه قوي عملتها، وهنا الزينه بتاعتي وقعت فمش مشكله. بصراحه قوه الشفط بتاعتها مكيفاني كده، عارفين اللي هو عارفين لما يبقى ربنا نصركم. انا حاسه انتوا هتشوفوا طبعا الفرق. بصوا بجد انا كنت بحاول اوريكم فكنت مش عارفه اشتغل انهي جهه، بس بجد هي انتوا شايفين انا جايباها منين؟ والله انا جايباها من جروب اونلاين عادي على الفيس، قابلني بفتح لقيته في وشي، كلمتهم طلبتها، مع اني شفت كذا بيج منزلها هي بنفس الاعلان بنفس كل حاجه، فطلبتها وقلت بقى ايه انا ورب، يعني انا يعني بتتقالي ازاي، هرمي توكالي على ربنا او كده وهجيبها خلاص بقى. حلوه صابت خابت مش مشكله، هنعمل ايه. طبعا مش هكذب عليكم اقول لكم ان انا كنت مرعوبه تطلع وحشه وكل الناس تشمت فيا اولهم كوزي. المهم انا عرفت ان هي هنا جامده لما شلت التراب اللي على الشيش. بصوا بشع مش طبيعي. هنا كنت بوريكم الفرق ما بين هنا وما بين هنا. شفطت لي كل التراب حرفيا، يعني انا اصلا مش محتاجه هنا، بس الاضاءه وحشه جدا، اللون الدهان نفسه بتاع الباب وحش قوي، تحس ان هو اصلا لوحده مطرب، يعني بصوا تحسوا ان انا مش شلتش حاجه، بس والله هي شالت جدا. خليته بلونه الطبيعي، يعني مش محتاجه غير بس ان انا اعمله بفوطه مبلوله ميه. هنا كنت بوريكم بصراحه هي انجزتني ويعني اي نعم انا ما تعبتش امبارح في الروتين اللي انا عملته ده، يعني ما شلتش ما حطيتش ما عملتش من على الوش كده، بس بجد عملت عملت اسمه ايه ده الباب ده الشيش، وكمان عملت الباب البلكونه عموما. بصوا هنا كنت بوريكم الفرق، والله صدمه. بصوا انا هنا كنت بس عايزه اوريكم هي بتشفط ازاي، يعني شايفين قوه الشفط ما شاء الله. فبس كده
قولوا لي بقى رايكم. هو روتين نونه صغنونه كده بس، مش وقت روتينات قويه يا ست الكل، لسه بدري على على العيد. طبعا السلك ده احنا كنا عاملينه يوم المرجحه. بصوا بقى، ولا اروع بجد. عملت بيها الباب وانا واقفه كده ولا كأن في اي حاجه خالص. بصوا والله العظيم انا كنت كل شويه عارفين، هو انا مش متاكده هي بتشخط بجد ولا انا بتهيألي. بس كده جبت بقى الجزء الرفيع ده عشان ايه، يعني تبقى في الاماكن الضيقه قوي يعني. بصوا زي ما انتم شايفين كده، تحفه تحفه بجد. هعمل بيها بقى باقي الباب. بصوا لو ملاحظين حرفيا خليته بيلمع. شوفوا انتوا اكيد واصل لكم، يعني حاسه انه الفيديو مش مبين بس هو اكيد واصل لكم. هعمل كمان عمله تانية او حركه تانية. بصوا والله العظيم الجزء ده كان مليان تراب بس معرفش ليه الكاميرا ما جابتهوش. يعني انا نفسي بس كنتوا تبقوا موجودين وتشوفوا اللي انا شايفاه، عشان بس الناس بتقعد تقولي بيتك نظيف، انتي بتنضفي ايه؟ وفي ناس تانية بالنسبه لها ان بيتي معفن مكركب، مع اني ولا مره مكركبت حاجه. بصوا طبعا باين الفرق جدا. طبعا زي ما انتم شايفين ده بالجزء اللي هو الرفيع ده، اللي هو هي ليها معاها 3 اجزاء. في جزء اصلا لشفط الميه بس انا ما بعتمدهوش في شفط الميه عادي، وفي جزء اللي هو الجزء ده والجزء بتاع التراب عادي. بصوا خطيره. كمان بقى عملت بيها الستاره بتاعه البلكونه، بس بصراحه حسيت ان الجزء الرفيع ده هيطول فجبت الجزء اللي هو بتاع التراب عادي. عملت بقى بالجزء الرفيع ده الحاجات دي، حاجات الفراغات دي هي اللي بتبقى صعبه جدا 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 جدا. بصوا شلت بيها بقى كل حاجه. طبعا انا صورت معاكم وبعد كده قفلت الكاميرا وكملت يعني. بصوا دي يعني بجد ده حركه غبيه بس مش مشكله. كنت بحاول اشيل عشان اوريكم كم التراب. بس مش مشكله، ركبتها وشفطت البلانكت دي انا معتمداها في الصلاه، يعني انا مش لابساها طول اليوم ومش لابساها كل يوم ومش لابساها عشان ما تطلعوش تقولوا انتي لابسه لنا البتاعه دي من اول الشتاء. انا معتمداها بس في الشتاء. وقت التصوير لو هظهر بوشي بلبسها، لكن زي ما انتم شايفين طول الفيديو انا بظهر بايدي بكتفي، مش عارفه ببقى لابسه الترنج بس. فانا معتمداها في التصوير وفي الصلاه، فلو لاحظتوا ان انا بغير بس البيجامه. المهم القرومه اللهلوبه بتاعتي انا تعبانه وقرفانه في المطبخ. والله لو وريت انا هوريكم البقع اللي موجوده عشان انا تعبت ومش جاي معاها شرشوبه. جاي معاها شرشوبه بس انا اللي مش جاي معايا اني اعمل الشرشوبه وادلق ماما. انا خلقي اليومين دول هنا، محدش يسالني ليه، هو انا خلقي هنا. فاحنا ايه بقى، هنشيل المناديل بس كده. فانا بقى ايه، هبدأ بس امسح الرخامة كده مكان التراب اللي وقع عليها وخلاص. مش فاكرة كنت بقول لكم ايه بصراحة، مش هكذب عليكم. بس انا جبتها هنا كنت بوريكم البقع، بقول لكم انا مش عارفه البقع دي من ايه. يعني دول هنا انا عارفاهم، اللي حوالين البوتاجاز انا عارفاهم، اللي عند التلاجة بقى دي من ايه معرفش. طبعا بقى دلقت ميه وشفطت زي ما انتم شايفين كده، هي بتشفط بنسبه 90%. والباقي بيبقوا كأن الارض مبلوله بس عادي. اجيب اي حاجه ادلق بيها ميه، والبتاعه دي كانت مخيلاني. بس بعد كده قلت ايه، طب ما انا عايزه احط معطر، عايزه احط معقم اي حاجه. فلقيت بقى ازازه الدوني دي كانت مقام فرحي، انتوا متخيلين لسه فيها شويه كده. فقمت عامله شويه ميه وقمت دلقه، وبعد كده هدلق دول عليهم وخلاص. هجيب بقى المقشه بتاعه التويلت، الفرشه بتاعه التويلت، وهمسك بقى السيراميك ده هفركه فركه كده محترمه لحد بقى ما يبقى له صاحب حرفيا. ما اعرفش حتى ورا باب الفريزر مبقى عليه. طيب
بتاع دي عمالة تنزل في الارض وتتبل. طبعا انا عندي تحت المطبخ مقفول بس في فراغ كده مش عارفه كام سنتي، كان الباشمهندس سايبهولي عشان احط رجلي فيه عادي يعني. فالحمد لله ان هو مش مفرغ من تحت عشان كان زمانه لمن بلاوي. بس كده جبت بقى المكنسه الكوتي بوتي دي وهبدا اشفط بقى بيها الميه. هو انا في حته اتحطت غلط بس مش مشكله مش مشكله. بصوا حرفيا بتشفط، قوه الشفط بتاعتها الله اكبر خطيره. انا هنا كنت بحاول اعمل المقشه بس كسلت. كنت بحاول يعني اطلع المقشه عشان لو في حاجه تفركها بالمره وهي ماشيه. على فكره هو في ميه كتير بس هي مش عارفه ليه مش باينه لكم. بصوا في فرق واضح ما بين الحته اللي فيها ميه والجزء اللي ما فيهوش اصلا، والجزء اللي انا شفطته يعني الجزء اللي هنا ده بقى هو ده اللي فيه ميه لان انا شفطت الجزء التاني خلاص. بصوا تشفط اهو. هما بقى كده تشجعوا. وممكن يعني انا مثلا كان عندي هدوم، كان في ضرفه كده مكركبه شويه في الدريسنج، نزلتها ورتبتها. زي المطبخ مثلا ده فركته كده زي ما انتم شايفين. البلكونه غسلت الباب بتاعها والسور بتاعها زي ما انتم شفتوا. حاجات بسيطه بس هتفرق معاكي في الروتين العميق بقى بتاع العيد. فانتي تقدري تعملي كده يعني انتي كل حاجه مثلا ابدأي من دلوقتي حاجه ضرفه في المطبخ، ضرفتين في المطبخ، ضرفتين في الدولاب بتاعك، ضرفتين في دولاب الاطفال. عندك حاجه مثلا عندك سجاد عايزه بلاش تنزليه دلوقتي لسه بدري. البلكونه محتاجه روتين مثلا اعملي لها. المراتب ممكن تغسليها تعملي لها تعقيم كده فاهمين. فممكن تبدأي من دلوقتي حاجه كده وحاجه بسيطه مش عارفه ايه وخلاص. وبس كده عايزاكم بقى تقولولي رأيكم في الروتين الجامد ده. هو مش جامد زي الروتينات اللي انا بعملها بس يعني بدأنا الحاجات الجامدة. انا هنا طبعا كنت شغلت البلاور عايزه انشف بقى بغير بصوا انا كنت بوريكم قوه الهواء اللي بتبقى طالعه. فهنا كنت بعمل هوا على الارض مش بشفط. يعني انا هنا كنت شلت السلك من المكان بتاع الشفط حطيته في مكان البلاور. وهي هنا هي 3 في 1 4 في 1 ولا ايه، شفط تراب وشفط ميه وتنشيف اللي هو المجفف ده او اللي هو البلاور ده بتطلع هوا. ودي الميه اللي طلعت بقى اتشفطت منها وخلاص. اهم حاجه ان احنا بنشيل الكيس بتاع التراب او فلتر التراب بس. يعني انا شيلته قدامكم من التراب، هو مش بيعبي من فوق تراب، هو من تحت تراب وشيلته. هغسل دي وهنشفها عشان ما تصديش ما يحصلهاش اي حاجه وبس كده. هي مكتوب عليها ايه 7500 واط مش 17 ماشي هتلخبط. استنى بقى رايكم في الكومنت على الفيديو التشجيعي ده. هو والله انتوا شجعتوني انا شخصيا بس مش عارفين هنعمل ايه في التقايل بتاعه العيد. بس كده سبت الارض تنشف عقبال بقى ما روحت شطفت الباسكتين وسبتهم ينشفوا وكمان شطفت المكنسه ونشفتها وسبتها تنشف يعني. جبت الجزء ده كده هحطه في اي حته بره اسيبه ينشف برضو. وفرشت السجاده وخلاص هبدأ اعطر البيت وخلاص كده. ده كان يومنا بعد الفطار وبعد التراويح وبعد كل حاجه ما خدتش ساعه بالظبط في اليوم كله يعني. فانتي تقدري تعملي كده ساعه واحده بس في اليوم تنجزي فيها حاجه. وبس كده كل سنه وانتم طيبين واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله وباي باي.